في فاره دخلت جوه الفرن، حلو، وخلفت جواه، والعيال قاعدين في الجناب. احنا دلوقتي نموتهم ازاي؟ ولو ماتوا هيموتوا في الفرن. انا مش عايزهم يموتوا في الفرن، انا عايزهم يموتوا بره عشان اعرف ارميهم. فهمت عليك. الموضوع ممكن يكون حساس شوية. لو الفأرة خلفت جوه الفرن فممكن نتصرف بالطريقة التالية. حاول تفتح الفرن بهدوء وتشوف ما إذا بصي، كان ما انا في فتحتهم. هما انا بقول لك ايه بقى، هما مخلفين في الجناب، يعني بتشغل دماغها هي عشان الحراره وكده، فهي خلفت في الجناب. فدلوقتي الجناب دي انا مش عارف افتحها طبعا، عاوز اقلب الفرن، وساعتها ما علينا يعني، صاحب السكن معفن. فدلوقتي ايه، انا عايز ازاي اطلعهم واموتهم، او اموتهم هم جوه ويطلعوا، فاهمه انت يعني ولا ايه؟ مفهوم تماما. وطبعا الموضوع حساس ويحتاج تعامل جدا، ايوه طبعا هيتعقم عشان ده اكل وبتاع، اهم حاجه الصحه. أتمنى إن كل حاجة تعدي بأمان. لا قولي لي الحل، يعني ارشهم ولا اموتهم بالكهرباء؟ ما اعرفش، انت قلتي لي اموتهم بالكهرباء، فازاي دي؟ تمام، لو حابب تتصرف بطريقة سريعة لا مش ممكن حط ميه يا اسطى، حط ميه. وخلينا نركز على حل آمن وبسيط في نفس الوقت. لو في أي شيء تاني تحب تعرفه أو أي تفاصيل إضافية أنا تحت أمرك. حياتي ياما. ايوه، ايوه، انا اقتلهم ازاي برضو؟ ممكن تستخدم مصايد لاصقة أو مصايد كهربائية برضه تقول لي مصممة لازقه يا للقوارض، بنت. وده بيكون طريقة فعالة وآمنة. وطبعا بعد كده ممكن تتخلص منهم برا البيت. الأهم إنك تحافظ على سلامتك وتكون الإجراءات آمنة. لو محتاج أي تفاصيل إضافية طب ايه، نكلم الشرطه يعني ولا ايه؟ مش فاهم. يا اسطى انت عارف حلهم ايه؟ ما هو انا لو قتلتهم في الفرن هيتعفنوا في الفرن، والفرن ده انا بحط فيه احيانا اكل، فايه بقى؟ فهمتك تماما. في الحالة دي أفضل حاجة إنك تحاول تطلعهم من الفرن يا دين بأمان امي. قبل ما يحصل أي شيء، زي إنك تفتح الفرن بهدوء وتستخدم أدوات مثل جاروف أو عصا طويلة عشان تتعامل مع الفئران برفق. تعال. بعد كده برفق. ده انا هضيفهم، اجيب لهم عصير وشاي. يفضل نظيف يا عم بياكلوا اكلي. تحب تستفسر عنها أنا موجود. ما دلوقتي الفيران دي صغيره ما بتمشيش لسه يا بيبي، فخرجهم ازاي؟ هتلم بامبر. الفئران يا عم لسه اهدى. صغيرة ومش بتتحرك بسهولة. ممكن تستخدم قفاز أو يا مادة دي. تقميش هو سامع. ما هو انا مش عارف اوصل لهم، هم في جناب فرن البوتاجاز، فده طبعا صعب توصلي له لانه فيه مواسير والكلام ده اللي هي بتاعت الغاز يعني. فدلوقتي انا اوصل لهم ازاي؟ ده واحد. اتنين، هقتلهم ازاي؟ ده في حاله لو انا معرفتش اخرجهم. تلاتة، اتخلص منهم ازاي وهم جوه الفرن؟ أربعة، ارمي البوتاجاز ولا اعمل ايه؟ فهمت عليك تماما. وبالفعل الموضوع ممكن يكون معقد. يا ممكن دين تبدأ أمي. بمحاولة الوصول إليهم بهدوء. تقول لك انا يا اسطى حل كويس. أنا موجود لمساعدتك في أي وقت، ولو احتجت أي شكراً. نصيحة أو أي تبرير. لسه ما قالتش كلمه مفيده يعني، عملتين امك اقعدي. يقول لك كولتون دي. بقول لك ايه، طب اديني اسامي يعني حاجات أسامي أقتل فراق. ارشهم بيها ولا بتاع. ممكن تستخدم مصائد لاصقة خاصة جميل. بالقوارض أو حتى مصائد كهربائية أو حتى ممكن مصايد الكهرباء انا مكتوب. انا هسميه شحيبه. المعدات الحشرية اللي ممكن تستخدمها هي تلك المخصصة للقوارض، زي تلك التي تحتوي على مكونات آمنة مثل الفوسفيد أو بعض الطعوم. عايز انا اجيب لي الفرفوس فيد. طبعا يفضل تتابع تعليمات الاستخدام. اخص بيوناريوم انا هنا في يا امه. هات لك كارت شحن. هي بتقطع ليه؟ الفار اثر عليها ولا ايه؟ طب هنعمل ايه؟ طب دلوقتي الفيران دي لو ماتت في الفرن هل ده مضر لصحتي؟ ما انا مش هخرجهم خلاص، الفيران دي هتعيش معايا. والله يا ابو تاني. بقايا الفئران ممكن تسبب نزيد السرعات ايه؟ تكون مصدر للبكتيريا. من المهم جدا تنظيف الفرن وتعقيمه بشكل جيد، أجيب وبكده لك تضمن حل. سلامتك وصحة الطعام اللي هتحضره. سلك اكل ايه بقى؟ طعام. بص صنع استشير مختص. في سلك طب بصي، انا دلوقتي هجيب سلك واعريه، يعني هيبقى اسمه سلك عريان، تمام؟ واروح قايم مدخله للفيران الصغيره دي واموتهم بالكهرباء. أنا فاهم قصدك، لكن من الأفضل تحرص على سلامتك وتجنب أي طرق قد تكون خطيرة. يفضل استخدام طرق آمنة ومضمونة زي المصائد المخصصة أو الاستعانة بمتخصصين. سلامتك أهم شيء. طب بقول لك ايه، بصي ابعتي لي ارقام متخصصين، انا في الطور. طور. يا عم خليها تعمل شغلها بقى. أكيد ممكن أساعدك في العثور على أبطال مختصين في مكافحة القوارض أو شركات متخصصة في مكافحة القوارض، حاسس ان انا يعني ايه، ممكن فرقة أعطيك 3 سبعات. معلومات محددة اديني ياما. وتفاصيل إضافية. فقط قل لي. ايوه اديني بقى الارقام، ما هو انا بص ساكن في الطور جنوب سيناء. عند منفذ الجيش. انا لسه عارفين.
بالنسبة لمشكلتك ممكن تتواصل مع شركة كالتكس العالمية رقم ثلاثة. كاركتير العالمية. وأرقامهم هي 04577355 و 04 دي في السعودية يا يما. 3666. شكرا تعبتك معانا.